في تقديري سلوكيات وسياسات نظام الجولاني وتعامله مع قوى الاحتلال فقط لتثبيت أركان حكمه حتى هذه اللحظة هي أقرب إلى سلوكيات ميليشيات أنطوان لحد. واللي مش عارف أنطوان لحد وميليشياته ونشأة هذه الميليشيات بإمكانه يعمل شوية سيرش مع اختلاف يعني أنطوان لحد العميل والتابع للاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، مع يعني اختلاف مع نظام الجولاني، وربما يعني لجهة الجرائم التي اقترفها أنطوان لحد في حق اللبنانيين. أيضا إذا وضعناه في ميزان الجرائم، ميزان الإجرام، وقارناه بنظام الجولاني، ربما يعني أنطوان لحد أيضا يطلع نقطة في بحر جرائم الجولاني. إذن ما ينطبق على الجولاني سلطة احتلال يتعامل مع أهل السويدة وكأنه نظام يحتل سوريا، يتعامل مع أهل الساحل وكأنه نظام يحتل سوريا، ينظر إلى مكونات الشعب السوري وإلى الكرد وكأنه هذا النظام مش يعني نظام كل السوريين، لا، نظام دولة احتلال بده يقمع هذه المكونات شلون ما كان. وكأنه هذه الأرض اللي اسمها سوريا ببشرها وشجرها وحجرها مطوبة باسم الجولاني وجماعة الجولاني وطائفة الجولاني وشلة الجولاني. هكذا يتعامل نظام الجولاني مع هذه المكونات، مع سوريا أرضا وشعبا. إذن هنا من الإنصاف، يعني أنا في رأيي وتقديري، صفة الاحتلال مثل ما كانت تنطبق على بشار الأسد الاحتلال الداخلي، وكنا نسميه وقت ذاك نظام احتلال، الآن الجولاني لا يقل بشاعة وشناعة ووقاحة من نظام بشار الأسد. وصف الاحتلال ينطبق عليه أكثر بكثير مما ينطبق على قوات سوريا الديمقراطية. قسد، أنا لا أقول أنه قسد ملاك، لا أقول، أنا قارنت الجولاني بجمال باشا السفاح، قارنت الجولاني بأنطوان لحت، وأقارن الجولاني بقوات سوريا الديمقراطية. الانتهاكات التي اقترفتها قوات سوريا الديمقراطية في الدير، في الرقة، في الحسكة، في الدرباسية، نقطة في بحر، في محيط الانتهاكات والمجازر والفظائع التي اقترفها نظام الجولاني يعني. وبالتالي رأيي أن نظام الجولاني يمثل قوة احتلال داخلي متعاملة بشكل بشع ووقح مع احتلال أجنبي إسرائيلي وتركي تحتل الأراضي السورية. إذن فاقد الشيء لا يعطيه. لا يجي واحد مثل من أنصار الجولاني يحكي عن السيادة ويحكي عن الوطنية وهو متمرغ في مستنقع الارتزاق مع الاحتلال التركي ومع الاحتلال الإسرائيلي. ويعلم الله يعني ماذا سيدفع للاحتلال أو للقوى الأخرى، يعني للقوى الروسية والإيرانية لاحقا، لكي يثبت نظامه وحكمه على صدور السوريين من دون أن يغير من نفسه شيئا.